مريض عنده مشكله في الظهر، انزلاق غضروفي، زحزحه فقاريه، ايا كان المشكله الميكانيكيه اللي حصلت. رحنا لجراح المخ واعصاب، الزميل عمل له، الجراح عمل العمليه. والحقيقه دايما المريض بيبقى فاكر انه نقدر نخلي الظهر يرجع زي ما كان زمان. الحقيقه ده مش صحيح، لكن زميل الجراح بيتدخل لحل مشكله كبيره جدا. حد عنده زحزحه فقاريه او حد عنده انزلاق غضروفي متعدد، ضغط على جذور الاعصاب، عامل مشكله كبيره، ممكن مشكله تزيد عن كده. فالزميل بيتدخل عشان يحاول يوقف الحدث الصعب الخطير اللي ممكن يحصل، وده بيحسن العيان. لكن الزميل بيبقى عامل جراحه ممتازه، سواء تثبيت او شرايح او مسامير او من غير، لكن بيبقى في الام في الظهر. الحقيقه دايما بيجي هنا دور اخصائي او استشاري علاج الالام. احنا بنقدر نتعامل مع هذه الحالات، نقدر نقيم الحاله تقييم صحيح بالفحص الاكلينيكي، التاريخ المرضي، وطبعا الاشعاعات والفحوصات اللي بنحتاجها، وبنحدد خطه العلاج. في الغالب بيبقى عندنا تولز او ادوات كثيره جدا بتساعدنا ان احنا نحسن هذا العيان ونقلل الامه اللي موجوده. طيب نقدر نعمل ايه؟ نقدر نعمل ما يسمى بالانترفنشن او التدخل الموضعي. نقدر ندخل جوه اوضه العمليات، والعيان ده مش بنعمل مخدر موضعي ولا حاجه، ومش بنعمل عمليه، لكن باستعمال ابر معينه بشكل معين بنقدر ندخل تحت اجهزه الاشعه داخل غرفه العمليات وبمخدر موضعي، والعيان بيخرج بنفس اليوم. وبنقدر من خلال الصبغات والاشعاعات بتاعتنا ان احنا نحدد اماكن معينه نقدر نتعامل مع حقن جذور الاعصاب، نقدر نستعمل التردد الحراري، نقدر نوسع القناه العصبيه باكتر من وسيله. وده بيساعدنا ان تقليل الالم في العمود الفقري وتقليل الالام الممتده سواء للساقين او للطرفين العلويين. دايما بيبقى دور علاج الالم انه يساعدك في تقليل الامك، ودايما بيبقى علاج تكميلي لما بعد الجراحه عشان نحقق الهدف المطلوب. تمنياتي بالصحه والسعاده، ودايما بدون الم، ونشوفكم على خير.